فيلمنا بيبدأ مع مارك طالب في الجامعة اللي بيدخل البيت بيلاقي مامته اللي اسمها تانيا عازمة أصحابه وعاملة له حفلة بمناسبة عيد ميلاده، وبيشوف ميلاني صاحبته من المدرسة الثانوية واللي بتطلب منه يساعدها في لبسها، لكن بتدخل مامته في آخر لحظة وبتقول لها إنها تساعدها وبتخلي مارك ينزل للحفلة، وبيبان إنه متضايق من تدخل مامته. وبيتكلم راندي مع مارك واللي بيشتغل مع مامته في نفس المكان وبيكون مرتبط بيها، لكن مارك ما بيكونش مركز معاه خالص وبيفضل باصص على ميلاني طول الحفلة، وبيبان إنه معجب بيها. وبيجي له صاحبه والتر واللي بيقولوا إنهم يستنوا لما مامته تخرج يوم السبت ويعملوا حفلة عنده في البيت. وفي تاني يوم بتتكلم تانية مع مارك على الحفلة، لكن مارك ما بيكونش مركز خالص وبتضايق منه، لكنه بيقول لها إنه شغال على برنامج صعب ومحتاج تركيز، وبيشكرها على عيد ميلاده وبيكون عاوزها تبطل تتكلم شوية وتسيبه يركز، لكنها بتكمل كلام عادي وبتقول له إنها عايزاه يروح الكنيسة عشان يتعرف على بنات من هناك، وبيوافق مارك عشان تسكت، وبيبان إنها ست متسلطة وبتتحكم في حياة مارك. وبيجي يوم السبت واللي بتكون مامته هتخرج فيه مع راندي، وبيستغل مارك الفرصة عشان يعمل حفلة زي ما اتفق مع والتر، واول ما بتخرج بيتصل مارك بصاحبه بسرعه عشان يجي وبيحتفلوا سوا، وبيبان ان مارك شاب خجول وما بيعرفش يتكلم مع بنات. وفي نفس الوقت اللي بنشوف فيه مامة مارك وهي قاعده مع راندي في موعد غرامي بتفضل تحكي له عن مارك طول الوقت، وبتقول انها زعلانه ان مارك بيتفرج على حاجات مش كويسه على اللابتوب بتاعه وانه بيمسح الهيستوري، بس هي بتعرف برضه. فبيستغرب راندي انها بتفتش في اللابتوب بتاعها وانه بقى كبير ومش المفروض تعمل كده، وبيقول لها ما تقلقش على مارك لانه شاب كويس والمفروض تديله شويه مساحه، وبيقول لها ان مارك مفتقد وجود راجل يكون قدوة في حياته. وبتتفق معاه مامة مارك وبيفرح راندي، بس بيكتشف انها فاهمة غلط خالص. وبنرجع لمارك وصاحبه وهم في نص الحفلة، وبتكون تانية بعتت واحد صاحبها من الكنيسة عشان يقعد مع مارك وبيخلوهم يقروا معاه في الانجيل، وبتبوظ الحفلة خالص. وبيتضايق مارك اكتر من مامته اللي بتتدخل في كل حاجة في حياته، لكنه كالعادة ما بيقدرش يواجهها. وبيروح مارك يشتري حاجات للبيت من مركز التسوق، وبتيجي واحدة كبيرة تسأله على قوة الضغط في الدش اللي عايزة تشتريه، وبتكون مفكرة شغال في المكان، لكنه بيقول لها انه مش شغال هنا لكن ممكن يساعدها، وبيجاوبها على كل اسئلتها وبتشكره وبتمشي. وبيفضل مارك باصص عليها وبيبان انه اعجب بيها. وبيخرج مارك من مركز التسوق وبيشوف الست اللي سالته وهي راكبه عربيتها وبتساله عن اسمه، فبيستغرب وبتعرفه بنفسها وبيكون اسمها كاريسا، وبيعرف مارك نفسه ليها وبتطلب منه يجي يركب لها الدش اللي اشتريته لانها فاشله في الحاجات دي، لكن مارك بيرفض وبيقول لها انه لازم يروح البيت عشان يساعد مامته، بس بتقول له انها تدفع له فلوس مقابل وقته، فبيوافق وبيركب معاها العربيه وبيوصل بيتها وبيتعرفوا اكتر على بعض، وبتعرف انه طالب متفوق وانه واخد منحه من جامعه معروفه، وبتعزم عليه يشرب معاها وبيشكرها مارك. وقبل ما يمشي بتقول له انها عايزه تجرب الدش الاول، وبتدخل قدامه وهو مصدوم بعد لما قلعت الروب بتاعها وبتنادي عليه عشان يجرب معاها، وبيتردد مارك في الاول لكنه بيشوف ان فرصته اخيرا انه يتعرف على بنت، وبيدخل معاها في علاقه وبيقضي معاها اليوم كله وبينسى مامته خالص. وبيحكي مارك لصاحبه والتر على كاريسا واللي بنعرف ان عندها 40 سنه، وبيساله صاحبه على ميلاني اللي كان معجب بيها، بس مارك بيقول له انه نسيها خلاص وانه خلاص مع كاريسا. وبيخرج مارك وهو لابس بدله وبتستغرب مامته اللي بتساله هو رايح فين النهارده، وبيقول لها انه خارج في موعد مع صاحبته، فبتساله مين صاحبته وبتكون مفكراها ميلاني، لكن مارك ما بيرضاش يقول لها وبتتضايق الام جدا وبتقول له لو ما قالهاش مش هتديله عربيتها، فبيقول لها انه مش محتاجها. وبتيجي كاريسا بعربيتها وبيركب معاه وبيمشي وبيسيب مامته وهي متضايقه، وبيكون شكلها وحش قدام راندي اللي دايما بينصحها ما تتدخلش في حياه مارك. وبيتكلم مارك مع كاريسا وبيحكي لها عن التطبيق اللي بيبرمجه واللي مهمته يساعد الناس في شغل البيت، وبتنبهر بيه كاريسا وبتقول ان عندها واحد صاحبها ممكن يساعده. وبتقوم كاريسا للحمام وبيجي واحد يحذره منها وبيقول له اهرب وبيمشي، وما بيكونش مارك فاهم حاجه وما بيسمعش كلامه. وبيجي تاني يوم وبتتكلم مع مامته اللي بتكون متضايقه جدا، وده لانه خرج من غير ما يقول لها مع مين ولا بيرد على مكالماتها، وبتقول له انها عارفه انه عنده 18 سنه بس على الاقل ممكن يرد عليها ويقول لها انه كويس. وبيعتذر لها مارك بكل برود، وبتتعصب الام وبتساله لو بيشرب مخدرات، فبيتضايق مارك وبيسيبها وبيمشي، وبتساله لو هيتعشى معاها النهارده وبيقول لها لا لانه خارج. فبتتعصب اكتر لانها بتكون عايزه تعرف مين صاحبته الجديده، وبتاخده كاريسا عشان تفصل له بدله جديده يقابل بيها صديقها اللي هيشوف التطبيق بتاعه، وبيروح معاها مارك للبيت وبيقول لها ان بيتها جميل، وبيسالها عن شغل جوزها السابق، وبيكون مفكر انها مطلقه لكنها بتقول له انها ارمله من 5 سنين، وبيعتذر لها وبيبان انها بتمثل انها زعلانه، وبتطلب منه يحط لها كريم على ظهرها. وبيسالها مارك عن اوضه موجوده بره وباين انها مقفوله، فبتقول له انها غرفه التعذيب بتاعتها، وبيتخض مارك لكن كاريسا بتقول له انها بتهزر وانها غرفه ساونا عاديه، وبيصدقها مارك وبيسكت.
وبيروح مارك البيت من غير ما يسلم على مامته اللي بتطلع تجري عليه وتلاقيه في الحمام وبتخبط عليه كتير، وبيزعق معاها لانه محتاج شويه خصوصيه وانه في الحمام، وبيبان اكتر انها شخص فضولي ومتطفل جدا. وبعد ما بيخرج مارك من الحمام بتدخل عشان تنضفه وبتشوف موبايله وبتفتش فيه وبتعرف ان حبيبته اسمها كاريسا، وبنرجع لكاريسا اللي بتكون قاعده قدام المرايه وبتاخد ادويه كتير وهي متعصبه جدا وبتعيط لدرجه انها بتخبط ايدها في المرايه وبتنزف، وبيبان انها شخص مجنون. وبتقرر تلبس وتروح لمارك، وبيفتح لها مارك اللي بيستغرب انها جت بعد ما بعت لها رساله، وبنعرف انها كانت متعصبه لانه ما بيخرجش معاها زي كل يوم، وبتقول له انها ما شافتش الرساله وبتسلم على مامته، وبتقول لها انها كاريسا. وبتستغرب الام اللي بتشوف انها كبيره جدا على ابنها اللي عنده 18 سنه، وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا، وبيكون راندي موجود وبيحاول يهزر لما بيشوف ان تانيا متعصبه، وبتتكلم كاريسا معاها عن تطبيق ابنها اللي انبهرت بيه وان ممكن يخليه يشتغل في شركه كبيره وده لانه موهوب جدا. لكن الام بتعترض وبتقول لها ان عنده منحه من الجامعه وانها تعبت عشان يخليه يدرس ومش هتسمع له يسيب الجامعه عشان الشغل. لكن كاريسا بترد عليها انه كبير كفايه عشان ياخد قراره بنفسه، فبتتعصب تانية جدا وبتقول لها انها مش موافقه على علاقتهم وان ابنها طفل بالنسبه لها. لكن كاريسا بتقول لها ان ابنها راجل وقادر يحدد بنفسه الاحسن لحياته وانها المفروض تسيبه على راحته. وبيفرح مارك جدا لانه كان بيحاول يتكلم من ساعتها ومش عارف بسبب ان مامته شخص متحكم ومتسلط، وبتتهم الام كاريسا انها واحده كبيره ومريضه ومش لاقي حد يوافق بيها وانها بتلعب على ابنها اللي لسه عنده 18 سنه. وبتتاثر كاريسا وبتمشي، وبيروح مارك ورا كاريسا اللي بتكون زعلانه جدا وبيحاول يعتذر لها على كلام مامته، لكنها بتزعق معاه لانه ما دافعش عنها، وبتقول ان الراجل الحقيقي هو اللي بياخد قراره بنفسه مش بياخد الاذن من مامته. وبيقول لها مارك ان عندها حق، وبتساله هو عايز ايه، وبيقرر انه يمشي معاها ويسيب البيت وبيركب العربيه معاها. وبتتخض الام جدا وبتزعل من ابنها اللي اول مره ما يسمعش كلامها وبتعيط، وبيبان ان كاريسا شخص سادي من طريقتها مع مارك، لكن مارك بيكون مبسوط جدا انه ما بيركزش معاها. وبنرجع لتانيا اللي بتكون قلقانه جدا على ابنها، لكن بتحاول تطمن نفسها انه شخص كويس وانه هيقدر يخلي باله من نفسه، لكن ما بتقدرش تمنع نفسها تدور على كاريسا على النت، وبتلاقي خبر ليها مع واحد وبتعرف انها شخص خطير وبتقرر تروح لها. وفي تاني يوم الصبح بتروح تانيا لكاريسا البيت وبتقول لها ان ابنها مش مناسب ليها وانها عارفه احساس انها تكون ارمله ولوحدها، فبتقول لها كاريسا انها خايفه ابنها يسيبها عشان كده بتتحكم في حياته وبتقفل في وشها الباب. فبتتعصب تانيا جدا وبتقول لها انه هيزهق منها واسبوعين بس وهيرجع لها تاني، لكن كاريسا بتقول لها انها ممكن تقنعه باي حاجه هي عايزاها وبتقفل في وشها الباب تاني. وبيصحى مارك وبيقعد مع كاريسا اللي بتحاول تقنعه يعيش معاها ويسيب البيت خالص وانه لازم يبطل يعتمد على مامته، لكنه بيقول لها ان مامته لسه محتاجاه وانه قاعد هنا في الصيف بس وهيرجع الكليه تاني. وبتزعل كاريسا جدا وبتتعصب، وبعد ما اتفقوا يخرجوا سوا بتقول له يروح بيته احسن، وبيكلم مارك صاحبه عشان يجي ياخده وبيحكي له اللي حصل واللي بيقعد يتريق عليه عشان مرتبط بواحده كبيره وبيحبها. وبتتكلم تانيا مع راندي وبتساله المفروض تعمل ايه، فبيقول لها انها لازم تسيبه يغلط ويتعلم من غلطته بنفسه، وبيقترح عليها تعزم ميلاني البنت اللي كان مارك معجب بيها، وبتعجب تانيا الفكره وبتعزم ميلاني عندهم. وبيكون مارك قاعد في اوضته وبيكلم كاريسا وبيعتذر لها وبيعرض عليها يتقابلوا بالليل، لكن بيغير رايه لما بيعرف ان ميلاني جت وبيقول لها انه هيجي لها بكره لان مامته محتاجاه النهارده. بيقفل معاها بسرعه، وبتتعصب كاريسا من تانيا اللي بتبقى عارفه انها بتحاول تبعده عنها، وبتسيب تانيا مارك وميلاني لوحدهم وبتقول لهم يخرجوا سوا. وبيكون مارك مبسوط جدا وبيبان انه لسه معجب بميلاني، وبتروح تانيا لراندي وبتقول انه خطته نجحت وانها خلت مارك يخرج مع ميلاني، لكن راندي بيتعصب عليها وبيزعلها، وده لانها عايزه تتلاعب بكل الناس اللي في حياتها وان مارك هيكمل حياته وهو كمان هيعمل كده، وبيسيبها وبيمشي بعد ما قرر ينفصل عنها. وبتكون تانيا مصدومه من كلامه وبتمشي وهي زعلانه، وبيتصل مارك على ميلاني طول اليوم لكنها ما بتردش، وبيكون مستغرب لانهم الاثنين كانوا مبسوطين جدا، وبيحكي لصاحبه وهو حزين في نفس الوقت اللي بتروح فيه كاريسا راندي في الشغل وبتقول له انها فاهمه شعوره، وبيبان انها كانت مراقباهم، وبيتعصب راندي وبيخليها تمشي. وبيروح والتر صاحب مارك الكاريسا في بيتها وبيقول لها انه عارف ان مارك انفصل عنها وانه جاي عشان يواسيها، وبتكون كاريسا مش عارفه ان مارك قرر ينفصل عنها وبتتعصب جدا، وبنشوفها وهي ماسكه السكينه وعينيها كلها شر. وبنرجع لمارك اللي بيحاول يكلم ميلاني واخيرا بترد عليه لكن بتكون مداريه وشها وبتقول له انها مش هينفع تكمل معاه وبتقفل، وما بيكونش مارك فاهم ايه اللي بيحصل. وبتتصل كاريسا على مارك وبتقول له ان صديقها اللي جاي يشوف التطبيق بتاعه وهيجي النهارده، فبيحاول مارك يهرب من الميعاد لكنها بتكون مصممه، فبيوافق وبيلبس البدله اللي فصلتها له كاريسا، وبتحاول تانية تتكلم معاه قبل ما يمشي لكن بيقول لها انه مستعجل وبيوعدها انهم هيتكلموا لما يرجع، وبيكون باين عليها انها بتحاول ما تتدخلش في حياته وانها عايزه تتغير. وبيركب مارك مع كاريسا العربيه وبيروح لميعادهم مع صديقها، وبيتكلم مارك بكل ثقه عن التطبيق بتاعه، وبيعجب بيه صديق كاريسا واللي بيكون شغال في شركه كبيره، بس بيقول انه في شركه تانية عامله نفس فكره التطبيق بس بصوره احسن وانه صعب يمول فكرته، لكن بيعرض عليه يشتغل معاه في الشركه وبيشكره مارك على وقته وبيمشي. وبتحاول كاريسا
تقنع مارك إنه يشتغل وما يكملش في الجامعة، لكنه بيتخانق معاها وده لأنه عايز يعيش حياته زي ما هو اللي يقرر، فبتقوله إنه يفضل معاها ويحتفلوا سوا، لكن بيبان إن مارك عايز يبعد عنها بس بتقدر تقنعه وهو بيقعد، وأول ما بيلف بتضربه كاريسا على راسه وبيغمى عليه، وبتكون تانيا قلقانة وقاعدة مستنية مارك يرجع، وبنرجع لكاريسا اللي بتكون رابطة إيد مارك وحبساه في أوضة الساونا اللي قالت له عليها، وبيسألها مارك ليه بتعمل كده، وبتقوله إن هو اللي سابها وكان بيلعب بيها، وبتفضل تعذب فيه طول الليل وهو مربوط. وفي تاني يوم الصبح بتكتشف تانيا إن ابنها لسه مرجعش، فبتقلق جدا عليه، وبتتصل على هولتر صاحبه لكن ما بيردش عليها، وبتحاول تطمن نفسها إن مارك كويس. وبنرجع لكاريسا اللي بتفضل سايبه مارك ايديه متعلقه من غير اكل ولا ميه، وبتعرض عليه يشرب ميه لكن بترميها قدامه، وبيبان انه تعبان جدا من رطوبه الساونا. وفجاه بتطلع كاريسا اداه حديد وبتجرح بيها مارك، وبيبان انها مجنونه، وبيصرخ مارك عشان اي حد يلحقه. وبتشوف كاريسا موبايل مارك وبتلاقي ان مامته اتصلت عليه 35 مره، فبتبعت لها رساله من موبايله انها تيجي البيت كاريسا عشان تاخده. وبتكون كاريسا محضره مسدس وشكلها بتخطط لحاجه خطيره، وبتوصل تانية لبيت كاريسا وبتقول لها كاريسا انها لازم تدخل تاخده لانه سكران، وبترفض تانية في الاول وبتنادي عليه لكن ما بيردش، فبتقرر تدخل وبتقول لها كاريسا انها لو عايزه تشوف ابنها تربط ايدها بالسلسله دي، فبتتخض تانية وبتلبسها بسرعه، وبتعرف ان كاريسا مجنونه، وبتدخل لماركو واللي بتشوفه هو متعلق وبينزف، وبتدخل كاريسا وبتتخانق مع تانية وبتضربها، وهي بتقول لها انها السبب ان ابنها يسيبها، وبتقول لها انها لازم تختار بين نفسها وابنها، وبتديها مسدس فيه طلقه واحده بس وبتسيبهم وبتخرج. وبتمسك تانية المسدس وبتستنى كاريسا لما تيجي، وبيكون راندي قلقان على تانية من مارك وبيحاول يتصل بيهم لكن ما بيردوش، فبيعرف انهم في خطر. وبنرجع لتانية ومارك اللي بيكونوا محبوسين في الساونا والبخار مالي المكان والاكسجين بيخلص، وبتعيط تانية اللي ما بتكونش قادره تنقذ ابنها، وبتعتذر له على كل حاجه عملتها، وبتقول له ان بعد وفاه والده كانت خايفه حاجه تحصل له وانها انانيه وجبانه، بس هي بتحبه وكانت بتحاول تحميه، وبتقرر تضحي بنفسها عشان ابنها يعيش. بس بيجي لها فكره وبتقرر تضرب رصاصه في الهواء عشان تجذب انتباه كاريسا، وبيكون راندي بيحاول يعرف تانية ومارك فين، وبيرن جرس البيت وما بترضاش تفتح، وبتسمع كاريسا صوت الطلقه، فبتدخل بتلاقي تانية في الارض وبتفتكرها ماتت، لكن تانية بتهجم عليها وبيتخانقوا لحد ما بتقدر تانية توقعها على الارض وبتحرق وشها، وبتاخد مارك وبتخرج واللي بيكون بينزف وتعبان من قله الاكسجين والميه. وفجاه بتخرج كاريسا وهي ماسكه الاداه الحديد وبتكون ناويه تقتل تانية، وعلى اخر لحظه بيدخل راندي وبيضربها، وبيسمع راندي صوت جاي من صندوق الغسيل، وبيفتحه فبيلاقي وولتر وهو مربوط، وبتوصل الشرطه. وبعد فتره بتكون علاقه مارك بمامته اتحسنت، وبيكون راندي رجع لتانية بعد ما اتغيرت، وبيسافر مارك مع ميلاني للجامعه، وبتودعه مامته وهي بتعيط وبتقول له يعيش حياته زي ما هو عايز. وبيخلص الفيلم وولتر بيركب العربيه مع ست كبيره وما بيكونش يتعلم حاجه من اللي حصل له.